مساء الفل عليكم حبايبي او صباح الفل حسب ما بتشوفوا وقت الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بندعي كل لاولادنا اللي في الثانويه العامه، يا رب ربنا يقف معاهم وينجحهم وبالنجاح وبالتوفيق يا رب. والنهارده معانا اكله كده حلوه وجميله، تعالوا كده اوريكم هنعمل ايه النهارده. تعالوا هنعمل النهارده السمك الجميل ده. انا جبت سمك بلطي، هنعمل أكلة حلوة وهنعمل يعني رز صيادية وهنعمل شكشوكة وهنعمل حاجات حلوة يعني. ادخلوا على الفيديو بإذن ربنا هيعجبكم. بس قبل ما ندخل على الطريقة بنقول باسمك يا رب وإيدك قبل إيدي. يلا بينا حبايبي. معانا كده سمك بلطي، جبته وغسلته حلو جدا تحت المية طبعا، وحطيت له كمان ملح ودقيق وليمون، وحطيته في المية الناقعة دي شوية، وبعد كده شطفته حلو جدا في المصفى زي ما انتوا شايفينه كده زي الفل، وحطيته كده في المصفى يتصفى معانا. وهنا معانا توم، طبعا انا قشرت التوم الفريش ده مع فلفل رومي مع فلفل حراق احمر واخضر، وطبعا ده حسب الرغبه. ومعانا هنا ليمون، طبعا ده شيء اساسي. ومعانا التوابل بتاعتنا النهارده، بصوا يعني هي نص معلقه من كل حاجه. كزبره ناشفه، كاري، جنزبيل، شطه حسب الرغبه، بابريكا، كمون، بهارات سمك، ملح طبعا، ولازم طبعا نظبط الملح بتاعه عشان طعم السمك بتاعنا يبقى طعمه حلو ومتحيق. وهندخل بقى ايه، هنعمل ايه؟ طبعا هندقه في الهون او في الكبه حسب ما عندك، وارجع لكم تاني حبايبي. فرمنا التوم كده او دقيناه في الهون حسب ما عندك، وهنبتدي بقى نحط له شويه خل، ونبتدي كمان نعصر عليه الليمون. نبتدي بقى نشيل معلقه كده وهقول لكم هنعمل بها ايه. نشيل معلقه كده على جنب. وطبعا انا فتحت السمك بالشكل ده. نتبل السمك مع بعض، ونمسك طبعا من الخلطه دي وبنحشيها كده من جوه، وبنحشي طبعا الفتحات اللي احنا فتحناها بالشكل ده، بندخل فيها التتبيله. بنمسك من الخلطه كده حبايبي ونحشي كده بطن السمكه كده من جوه، وبنحشي فيه الفتحات كده، بندخلها كده في الفتحات بالشكل ده حبايبي، وبندخله في كل التتبيله كده بالشكل ده. طبعا بنبقى مظبطين الحياء بتاعها حلو جدا. وطبعا لما نجيب السمك لازم نجيبه يعني ناشف، مش يكونش طري، حلو كده صابح. بنحشي كله كده بالشكل ده حبايبي، وبنسيبه بقى قد نص ساعه او ساعه حسب الوقت بتاعك. الشكشوكه مع بعض، حطيت شويه زيت وهبتدي احط لهم معلقه ثوم مفروم. يصفر معانا الثوم مش يحمر. وهنا الحله هنعمل فيها الرز، حطيت فيها زيت كده بس شويه زيت حلوين كده. ومعايا هنا بصلايه متقطعه قطع صغيره، وطبعا حسب الكميه، لو الرز كميه اكبر بتكتري بتعملي بصله كبيره او بصلتين. الثوم يا حبايبي كده بيصفر معانا بالشكل ده. وهنبتدي انا معايا عصره قوطه في الشبشق الخلاط، وهبتدي احطها كده، رشه فلفل اسود، وبنقلب البصل لغايه لما يحمر معانا الدرجه اللي احنا عايزينها، وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بنحمر البصل، طبعا الرز الصياديه بنحمر البصل شويه بس مش لدرجه اللي يعني لونه يبقى غامق قوي، يعني لونه بيبقى حلو كده الذهب الغامق. طبعا فاكرين سنه الثوم اللي كنت شايلاها، هبتدي احط كده معلقه منها. وهنا معايا نص كيلو رز بلدي عادي غسلته وصفيته، وهنبتدي بقى نحطه على البصل بتاعنا، بنقلبه طبعا.
سنة كاري كده عشان يدينا اللون الحلو بتاع الرز. وبنقلب الشكشوكة مع بعض. هنحط لها سنة سكر، طبعا كمون، رشة كمون وما نكترش برضو، كزبرة ناشفة، يعني رشة فلفل اسود، نص معلقة او ربع معلقة كاري، بابريكا، سوري معلش، بابريكا، والملح طبعا. وبندوب كده، حطينا كده الملح، ولو عايزه تحطي مرقه خضروات حطي، وطبعا بسيبها لغايه لما بتتسبك. الصلصه بتاعت الشكشوكه اتسبكت معايا. هنا معلقه دقيق، وطبعا حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بحط لها شويه ميه كده وبربهم، وابتدي كده ربيتها كده بالميه، وابتدي احطها على الصلصه بتاعتي وبقلب كده يا حبايبي، وبقلب كده لما تتقل معانا. طبعا احنا مظبطين حياقها وكل حاجه. بصوا خلاص كده يا دوبك ايه بس دي يستوي معانا. وكده يا حبايبي كده لما دي بصوا عمل بقبقه كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده انا بطفي عليها، وبألف هنا وشفا حبايبي. سيبنا السمك يتحيق كده، جبت الدقيق، طبعا حسب كميه السمك اللي معاك هنحط الدقيق، وهنحط عليه معلقه نشا او معلقتين نشا علشان السمك بتاعنا يبقى مقرمش وحلو. وهنحط له سنة كمون، ونحط له سنة كاري، وبنقلب كله كده مع بعضه. طبعا لو عايزه تحطي ملح حطي، بس انا مظبطه الملح في السمك في الحياق. طبعا بنمسك السمك بتاعنا كده يا حبايبي ونحطه في الدقيق كده، حلو جدا كده. بنبدره بالدقيق، وبعد كده بنفضه حلو جدا، وبعد كده بحطه في الصينيه من تاني. وبنفضه حلو جدا كده، نفضه، وبعد كده بنحطه كده. هكمل بقيه السمك بقى وارجع لكم حبايبي. الطاسه كده حطيت فيها زيت سخن، وهنبتدي نحط بيه طبعا السمك بتاعي متبل كده بالدقيق، وهنبتدي نحطه كده. اسمك يا رب. وكده يا حبايبي السمك كده هنقليه مع بعض، وهنحط قشرة الليمون كده، نقلب كده بالراحة. اللون الحلو الذهبي الجميل ده، اللون كده حلو. هنبتدي بقى نطلعه وبنصفيه حلو جدا. بص لونه جميل ازاي وذهبي. طبعا بنحطه على مصفى اللون الجميل ده. هكمل بقيه السمك وارجع لكم تاني حبايبي. الرز كده بميه سخنه، هيبقى شويه ميه تاني. كمان في حاجه بحب احطها كده، بعصر قصايه، بجيب كده نص قصايه كده وبعصرها كده، في تشكيله حلوه للرز. نبتدي بقى نحط له مكعب خضروات كده وملح، طبعا هندوقه
ورشه كمون، وبنقلب وبنشوف الحقيقة بتاعه. وكده طفيت على الرز بتاعنا الجميل. بص الفلفله والجمال، ونغرف بقى مع بعض. وكده يا حبايبي بصوا خلصنا السمك الجميل ده. قولوا لي ايه رايكم. طبعا كمان الشكشوكه الجامده دي حبيبتي طلبتها مني في اللايف، واديني عملت لك الشكشوكه اهي. وعملنا كمان الرز الجميل ده، وعملنا طبق السلطه الجامد ده. طبعا حطيت له بقيه التومه بتاعه تتبيله السمك، بتدي طعم حلو قوي في السلطه. طبعا لازم نحط شرايح الليمون، نحط شرايح الليمون بالشكل ده يا حبايبي. الليمون كده. وبألف هنا وشفا حبايبي. يا رب كده الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وينول رضاكم. طبعا هستنى تعليقاتكم الجميله اللي بفرح بيها جدا. رشه بقدونس كده بالشكل ده يا حبايبي، وحاطينه طبعا في السرفيس كده برضو بقدونس. والف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. يا رب كده الفيديو يعجبكم وينول رضاكم يا حبايبي. طبعا السلطه الجامده دي عايزه اقول لكم جميله جدا. طبعا عايزين تعصروا الليمون تاني براحتكم. يلا كده ندوق مع بعض، يعني نشوف السمك وجماله. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، بصوا الجمال. تعالوا كده ندوق مع بعض. عايزه اقول لكم بامانه جميل جدا وحياءه مظبوط قوي. بامانه جميل جدا جدا. عنده الشكشوكه دي واحده حبيبتي طلبتها مني، انتوا طلباتكم اوامر. حلوه جدا جدا، جميله قوي. يا رب كده الفيديو النهارده يعجبكم. دوق الرز مع بعض، حلو جدا بامانه. الاكل كله مش عشان انا اللي عاملاه صدقوني، ربنا بيحلي الاكل. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي. وكده يا حبايبي خلصنا الاكله بتاعتنا الجامده دي، ويا رب كده تعجبكم، ويا رب كده يفرحنا بالشهاده بتاعت الثانويه العامه. يا رب ربنا يقف معاهم بالنجاح والتوفيق. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت ان عجبك الفيديو دوس لايك، واللي مش اشتركتش معانا في القناه تشترك معانا. من مطبخ ايمي سمير. شكرا جدا يا حبايبي.